السلام عليكم حبايبي متابعين مطبخ قمر السيد. النهارده بقى معانا أكلة من الزمن الجميل، أكلة بقى بتاعت أمهاتنا، أكلة كانت بتلمنا كلنا في طبق واحد وفي صينية واحدة. أكلة الشتاء، أكلة الدفا، أكلة لمة العيلة، أكلة الحنية، أكلة الحب، أكلة كل حاجة جميلة. تعالي بقى كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونخش على وصفتنا، وما تنسيش بقى تعملي لي متابعة أو تشتركي في القناة وتحطي لي لايك. اللايك يا جماعة بيرفع القناة وبيرفع المشاهدات، فما تبخلوش عليا بيه. تعالوا بقى كده نشوف بقى مكوناتنا النهارده. معايا كده كيس لحمه. بصوا اللحمه دي عندي من العيد، شوفوا انا عيناها ازاي وطلع لي بلونها ازاي وجمالها ازاي. ان شاء الله من يعيش باذن الله السنه الجايه ان شاء الله اعرفكم ازاي تطلعي اللحمه تخزنيها، وازاي تطلعها معاكي باللون ده والجمال ده. شوفوا انا مطلعاها، انا مخزناها بالشكل ده زي ما انتم شايفين، حته جنب حته طلعه لي حاجه كده اللهم بارك، حاجه خطيره بلونها اكني لسه قطعها من عند الجزار. قابلني كده وانا بقطع اللحمه كده كام حته دهون كده، قلت وليه لا، انا ممكن اشوح بيها الاكل، البصل او الاكل، وما احطش دهون، اخلي الدهون منها فيها واوفر السمنه، وهتديني طعم ونفس وحاجه كده جميله ان شاء الله. مسكت اللحمه بتاعتي كده قطعتها، كانت الحتت كبيره. مش عارفه انا كنت ليه عينها كبيره، فمش فاكره بصراحه، هي طلعت معايا كده. جيت كده حطيت حلة على النار وجبتها ألمونيا. أنا عايزة أعيش الزمن الجميل كله على بعضه كده، يعني زي ما أمي كانت بتطبخ. دي حلل أمي اللي كانت بتطبخ بيها قبل كده. معايا كده حلة ألمونيا كده من الزمن الجميل. حطيت حتة الدهون وحطيت عليها معلقتين زيت، ونزلت كده باللحمة. أنا حطيت الزيت عشان خاطر الدهون ما تتحرقش مني، يعني معلقتين كده بالمعلقة، يعني مش هيأثروا معاكي الطعم في حاجة. واول انا كنت بقى مسخنه الحله كويس، عشان بحيث ان انا لما انزل باللحمه تديني صدمه على طول، اصدم على طول، ما تنزليش ميتها وتبدا بقى تاخد بقى انها الحتت تخس انها كده. وانا كنت فارمه بقى بصل وفلفل الوان وتوم، كنت دقه التوم. مسكت بقى البصل والفلفل الالوان، الفلفل الالوان ده هينقل لك الاكله دي في حته تانية خالص. انا عامله لوبيا يا جماعه من الزمن الجميل، طبعا كلنا عارفين الاكله دي وبنحبها وبنموت فيها وبنعشقها. ودي اكله امهاتنا، وده الاكل اللي كان مستحب لنا قبل كده. مسكت اللحمه شوحتها بالبصل وبالفلفل الالوان. حته الفلفل الالوان دي هتنقلك اللوبيا دي في حته تانية خالص. ونزلت عليها بالثوم، ونزلت عليها كده بالطماطم الفريش. طبعا الطماطم الفريش في الوصفه دي مهمه جدا، ما تنفعش فيها صلصه لانها مش هتديك الطعم الحلو. اللوبيا من البقوليات، والبقوليات بتحب الطماطم الطازه. ونزلت كده بمعلقه صلصه عشان بس ايه احافظ على اللون. سبتها بقى تستوي مع بعضها كده. قفلت الحله زي ما انتم شايفين، هي حله ضغط بس مش عرفت اقفلها، ابني اللي بيعرف يقفلها. هي حله من الزمن القديم قوي، انا شغاله النهارده كله قديم. والحلل ديت، الحله ديت حله عندي من زمان، من ايام ما كنت من جوازي، الحله للشاورما، والحمد لله لسه مدتها شغاله زي ما هي. نزلت كده بالحله، حطيت معلقتين زيت وعلى معلقه سمنه، ومسكت الشعريه بتاعتي شوحتها كده، نزلت عليها بشعره ملح، وسبتها لما تاخد اللون الذهبي، وبعدين انزل عليها بالرز زي ما انتم شايفين كده. الألمونيا دي يا جماعة مستحيل زمانها يبطل، ومستحيل ننساها. هي لا، انا برتاح في طبخها جدا لحد دلوقتي، مع ان عندي كل انواع الحلل، بس الحمد لله انا بحبها قوي، بحب محشيها وبحب كده. كان معايا رز اتشوح خلاص، نزلت عليه بالماء المغليه وغطت عليه كده، وارجع بقى لحلتنا بقى الاساسيه اللي هي حله اللوبيا. انا كنت واخده اللوبيا دي، كنت نقعاها ونقعتها حوالي نص ساعه، وخدتها سلقه. ما نقعتهاش كتير عشان اللوبيا البيضه ديت ما بتستحملش زي اللوبيا الحمراء. اللوبيا الحمراء ممكن تنقعها اطول علشان خاطر ايه تطلع الماء الغامقه اللي فيها. ونزلت عليها كده، كانت اللحمه خلاص دخلت على 3/4 سوا. ونزلت عليها كده باللوبيا زي ما انتم شايفين. خلاص بقى الربع اللي باقي هو يا دوبك ينزل مع ايه، مع اللوبيا. استوت بقى خلاص، وادي حلتنا. انا زودتهاش ميه الا مره واحده بس، وانا لما جيت ايه بعد ما سقطت اللوبيا نزلت عليها بكوبايتين ميه. انا عامله اللحمه في اللوبيا مباشر، فما كنتش محتاجه شوربه. تعالوا بقى، لو كنت حطيت شوربه كانت هتبيض لي الصلصه بتاعت اللوبيا والطماطم بتاعتها، وكانت هتخليها لي فاتحه.
انا بقى كنت خلصت الرز بقى، وتعالوا بقى شوفوا اجمل لوبيا تاكلوها في الدنيا. لا شوحتش، عملت البصل متشوح في اللحمه، حطيت لها فلفل الوان. الناس القديمه ما بتحطش كده، لا دي بقى هتنام محافظه لك على ما على دمعتها من اولها لاخرها، وهتديكي طعم ونفس خطير. تعتبر ان انا عاملاها نيه، مش مقليه لها ولا مسبكه لها. هنا بقى انا كنت عامله طبق واحد، بما ان انا برضو طبخه في المونيا، وبقول لكم الدنيا كلها كده لمت عيله النهارده، فمخليه اولادي كلهم هياكلوا من طبق واحد كلهم. هو طبق رز واحد، وكل واحد ياخد اللوبيا اللي تعجبه هيحطه قدامه. انا النهارده ناويه اكل عيالي كلهم في طبق واحد. وهنا انا كنت بدوق وحاطه شويه ليمون مخلل بقى من بتاعنا. طبعا الليمون المخلل بتاعنا شايفين الجمال بقى والشياكه. انا مش هقول بقى الا جمال والشياكه، اما الطعامه دي بقى انا اللي باكله حاجه. بصوا اللهم بارك، انا نزلت بالخيار بمخلل الليمون والزيتون معاكم على القناه. حاجه كده كده وهم. الطريقه دي هتدعوا لي عليها. انا كانت لحمتي يا جماعه من الضلع اللي هي السن. بصوا اللحمه كده زبده. في اكلات ما ينفعش تطبخي منها يعني السن ده ما ينفعش تطبخي بيها الا الخضار، لوبيا، فاصوليا، باميه، حاجات من دي بتديكي طعم خطير، واللحمه بتبقى ناعمه جدا. وخصوصا بقى لو ما فيهاش دهون بقى تبقى حلوه قوي. يعني انا دلوقتي كده مش مخليها فيها دهون، حتى حته الدهون الصغيره اللي انا لقيتها قابلتني انا خدتها شوحت بيها الاكل، بدل ما احط سمنه وكده. لا انا خليت منها فيها، وفرت ومدياني برضو في نفس الوقت. لما انت بتعملي الاكل بتشوحيه، مثلا البصل او اي اكل او اي حاجه بتشوحيه بحته دهون، بتديكي نفس جميل جدا. حتى وانت بتطبخي في البيت بتبقى ريحتها ونفسها جميله قوي قوي قوي. هي يا جماعه مش ضاره، هي صحيه، بس الاكثار منها هو اللي ضار. ان انا اخدها بقى واكلها مباشر كده ده غلط. لكن انا كده استفدت بيها وطلعتها في احسن حال. واشوفكم في فيديو جديد، وارجو اكون افدتكم، وبقول لكم باي باي. احلى لوبيا ورز وليمون مخلل، ويلا بقى.